هلا والله بالشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخبنا الوطني يواجه المنتخب الكويتي يوم 30 من الشهر الجاري على ملعب الميناء في البصرة، استعدادا لبطولة كأس الخليج 25 في البصرة. الشرطة يفوز على الكرك بثلاثية لهدفين، الكهرباء يفوز على النجف بثلاثية لواحد، التوك يفوز على الصناعة بهدفين بثلاثة أهداف لواحد. في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حسين علي يسجل هدف مع فريق صفاقسي التونسي في الدقائق الأخيرة. شاهد وياكم فرحة الجماهير الأنجرتينية بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في النصف النهائي. وضرب موعد مع أحد المنتخبين الفائزان من لقاء اليوم أمام أما المنتخب الفرنسي أو المنتخب المقربي في تصفية في كأس العالم، يعني كأس عالم نار.